يا الله، عامل ده انا ايه؟ بحبك قوي يا شيخ. ايه ده، انا مش مصدق، اقسم بالله. لا 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 لا. عامل احسن تكون بتشبه عليا، ما كنتش الشيخ اللي بتحبه. اسمع لا، مني. انا بحب الشيوخ اصلا، انا اصلا محتواي ديني. والله ما شاء فلما الله. اطلع لشيخ، انا مش مصدق انا طلعت لشيخ، يعني انا ظهرت لشيخ وطلعت بقى شيخ. انا والله انا اقسم بالله نفسي، يعني بجد نادرا لما بالله شيوخ على الابلكيشن ده، لان هم بيخافوا اصلا ان الناس اللي على الابلكيشن ده مش كويسين. فنادرا لما بنلاقي ناس محترمه وكويسه زيك. فانا بتعلم منكم والله، انا بقدم محتوى ديني طبعا وبطلع نصائح دينيه. انا ليا والله يا شيخ الف حمد وشكر والله اللي انا طلعت لك. وانا مش مصدق، انا بحب الشيوخ قوي لان دول انظف وارقى واكثر ناس محبوبه الى الله عز وجل. فانا نفسي ابقى قارئ صراحه، وابقى شيخ زي حضرتك كده، ونفسي بقى اللحيه بقى وكده. بس يا عم ربنا ما ارادش يعني لسه. بالعكس، دي فانا حاجه بحب، دي حتى حاجه بص كويسه. يعني، بص ما شاء الله وجهك وطريقه كلامك، ناس تواضع واحترام وادب. وانا مبسوط قوي 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 اللي انا شايفك والله قدام مني كده وبتكلم معاك، ان ده اللي يشرفني. انا ما اتبسطش خالص لو طلعت مع حد زي أو شاكر او مداهم او الناس اللي بتغني او بتعمل اغاني، اقسم بالله ما انبسط منها خالص لو طلعت معاهم، ولا عايز اطلع معاهم. انا بحاول على قد ما اقدر اطلع مع الناس اللي زيك انت، بس ان دي شرف كبير ليا اولا. والله اللي انت زيكم الواحد يتشرف بيهم والله يا شيخ. والله اتفضل. يا جماعه، يعني شوفوا كلام معاذ ده بجد بجد، يعني انا نفسي فعلا كل شاب يفهم زي معاذ كده. انا والله بحاول على قد ما اقدر اوعي الشباب برضو في النقطه دي، ان الدنيا دي يا شيخ فانيه. انت لو قدمت حياتك لله عز وجل، ربنا هيديك اللي احسن منها بكتير في الجنه سبحان الله. انت حياتنا دي يا شيخ معروف ان ساعتين في الجنه هتنزينا حياتنا دي كلها. حياتنا دي كلها ما تجيش ساعتين في الجنه. ان الجنه ما شاء الله اليوم في الجنه يقال انها 1000 سنه او 50,000 سنه عند الله عز وجل. يوم القيامه 50,000 سنه. فاليوم عند الله عز وجل يعني ما يجيش اي حاجه في حياتك. انت هتعيش قد 50 سنه 100 سنه، ساعتين في الجنه هتنسيك حياتك. بشوف سبحان الله. فبحاول اوعي الشباب، لان انا كنت بعمل حاجات غلط يا شيخ، وبفضل الله طب. يعني انا كنت اصلا بعمل حاجات، يعني كنت بسمع اغاني، كنت بكلم بنات واعمل حاجات غلط. ربنا اظهر لي التوبه وبعت لي نصايح الشيخ زي حضرتك، مش عارف مين بعتهولي، شفت نصيحته تقبلتها خفت من معصيه الله، مش خايف من الله. انا الله احب الله واحاول ان ارضيه، ولكن ما اخافش منه، اخاف ان اعصيه، اخاف ان اعصي الله، ولكن احب الله، ما اخافش من ربنا. انت بتدرس يا معاذ ولا اه طبعا انا بدرس ثانويه عامه. ثانويه؟ ما شاء الله، ربنا يوفقك يا رب. والله يا جماعه، يعني معاذ دخلته عليا وكلامه ربنا يوفقه. انت وشك بس عليا، اقسم بالله بسطني. لا والله انا اتمنى لك الخير فعلا يا جماعه، يا ريت كل الشباب زي معاذ. انت عارف يا يا رب معاذ، باذن الله. الشباب بيدخل معايا، يعني انا بقالي حوالي 10 دقايق عمال ابعت للناس، محدش عايز يدخل معايا. تخيل ليه بقى؟ لانهم عارفين الشيخ احمد هيدخل يقول لهم